في سؤال بنحاول نهرب منه، مش عشان مش مهم، بس عشان بيخض. هو أنت خايف من الموت؟ والّا أصلًا ما عرفتش تعيش؟ الناس خايفة من النهاية، بس الخوف الحقيقي هيبدأ لمّا تفكر في إجابة على سؤال: هل أنت أصلًا كنت موجود؟ حياتك كان ليها معنى؟ هل سِبت أثر؟ الوجع مش في فكرة الموت، الوجع إننا نكون عايشين ومش حاسين بحياتنا. كتير بنسأل إزاي أعيش؟ بس السؤال الأعمق: ليه أعيش؟ هنا بيجي دور المعنى. المعنى هو اللي بيخلّينا نستحمل الوجع، هو اللي بيدّي لروتين الأيام المتكرر قيمة وللأيام طعم. المعنى مش دايمًا في الإنجاز أو النجاح الكبير، المعنى ممكن يكون في إنك تكون ضهر للي حواليك، في ضحكة بتطلع من القلب، في حضن بتدّيه لحد بتحبه، في دعوة بتترفع في سجودك. ساعات المعنى بيكون في إنك تعيش لحاجة أكبر منك، إنك تحب بلدك بصدق، بالفعل مش بالكلام، إن كل واحد يركّز في اللي بيفهم فيه، وتدافع عن وطنك وقت اللزوم زي إخواتك اللي بسببهم عايشين في أمان وسط الصراعات، زي إخواتنا اللي يموتوا ولا إنهم يسيبوا بلدهم. والمعنى الأكبر لمّا تكون عبد لله، لمّا تحس إنك مش لوحدك، وإن كل خطوة محسوبة، وكل قلم له حكمة، وكل لحظة صدق بتتكتب فوق. ساعتها بنفهم إننا مش لازم نكون مركز الدنيا عشان نكون مهمين، لمّا نتجاوز نفسنا ونعيش لحاجة أوسع: حب، رسالة، بلد، رب خلقنا وبيهدينا. أوقات بنهرب من التفكير، نغرق في الشغل، في الزحمة، في السوشيال ميديا، بس لمّا نقعد مع نفسنا ييجي سؤال: أنا راضي عن نفسي؟ سامحتني على اللي فات؟ حبيت بصدق؟ خايف من الآخرة بصدق؟ هل كنت موجود؟ في النهاية السلام مش بييجي لمّا ننسى الموت، السلام بييجي لمّا نعيش الحياة بصدق، لمّا نحب ونخدم ونعبد، ونسيب الدنيا وإحنا سايبين ورا ضهرنا ذكرى حلوة، دعوة، ابتسامة، أثر خير ما بيموتش. ساعتها مش هنبقى مرعوبين من النهاية، لأن الرحلة نفسها كانت حقيقية. سلام.